صرفه. فهو برضو لما عمل كده حسين وبعدين يقال ان هو مضى في نادي بلجيكي، يقال لا مضى في نادي ليرز فعلا. والله وبدا اعلم. مع فتره الاعداد، فبدا هم برضو يعملوا اجراءاتهم في النادي لان ده لعيب عندنا وما يروحش. هو لعيب تقيل الحقيقه. وهو لما وعدني ان هو يجي التمرين بعد الظهر، لما قعد معايا لما رجع من السفر وقال لي انا هاجي التمرين وبتاع وما جاش، يعني خدت على خاطري منه. انا مش هقول زعلت منه، لكن خدت على خاطري منه ان هو طالما انا وعدتك وانت راجل حسيت ان في ثقه وامانه، وانا كمان حسيت في ثقه وامانه، فما تخلاش انت صحيح بالثقه والامانه دي. لا توجد مشكله مع شيكابالا يا كابتن حسن؟ لا خالص بتاتا. غيابه اول يوم كان باذن منك؟ بغيابه اول يوم على اساس ان هو بص ما كانوش عارفين يوصلوا له برضه. يعني شيكابالا انا هقول لك مش عارفين يوصلوا له. بعد ما اتفقت وعرفت خلاص ان هي مستحقات اللعيبه دخلت هتخش الحساب، فقلت خلاص انا هبدا تمريني كويس يوم كذا. ما قدروش يوصلوا له عشان يكلموه يقولوه. هو بعد ما بدانا التمرين طبعا اكيد ناس كتيره كلموه بتاع، هو ثاني يوم جالي. فانا قلت له برضه يا شيكابالا، هو وعمرو زكي خد بالك يعني. نعم انا لسه هتكلم على يا شيكابالا، انا عندي حاجه، انا عمري ما هاجبر حد عليه. وبعدين كان في كلام ان انت في نادي الشباب وكذا 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 وكذا. الكلام ده حقيقي او مش حقيقي؟ انت حابب ولا مش حابب؟ كويس. فقال لي يا كابتن انا مش هتنقل من نادي الزمالك. زملكاوي النادي. وانا كلمت مع رئيس الراجل الشيخ خالد البلطان، نعم رئيس نادي الشباب، وقلت له الوضع كذا وكذا 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 عشان برضه ما ياخدش على خاطره مني الناس طب تفهم. انت يا شيكابالا؟ قال لي لا كابتن انا قاعد في نادي الزمالك والكلام ده الا اذا كان ليكم انتوا حاجه ثانيه. قلت له لا، انا ولا هجبر حد على القعاد ولا هجبر حد على المشيان. نعم هو ده جميل، هو دي ده جميل. نعم. فقال لي لا يا كابتن انا قاعد في نادي الزمالك مش همشي النادي. نفس الشيء حصل مع عمرو زكي، لان عمرو زكي كان جاي له برضه عرض من تركيا. نعم وكان في كلام ان عمرو زكي مصاب. كلام ان عمرو صحيح. زكي مصاب. عمرو زكي جه ورحنا عملنا له كل الاشاعات سواء رنين او غير رنين، حللنا له كل حاجه. عمرو زكي سليم وزي الفل. كويس. هو لما حس ان هو كل الحاجات دي بتثبت ان هو ما فيهوش حاجه، هو من اول يوم بيتمرن كويس التمرين ومش عاوز يمشي، بيتمرن كويس قوي. بسم الله ما شاء الله. حالته المعنويه والنفسيه يعني مش هقدر اقول لك كابتن احمد عشان ما اشكرش في نفسي. حاله اللعيبه كلها اللي موجوده في الملعب، انا معايا 32 لعيب في الملعب. منهم اللعيبه اللي طالعه من الصغيرين، منهم اللعيبه اللي هم محطوطين كاعاره، لان انت ليك 5 لعيبه بتحطهم اعاره. كل اللي معاك اللعيبه الافارقه، في لعيبه افارقه معاك على اساس انت بتشوفهم كمان هتأيد منهم وانا مش هتأيد منهم. حاجات كتير. اروك النيجيري والحاجات دي كلهم مشيوا خلاص؟ لا موجودين. هتدي قرار امتى في اللعيبه اللي يعني بالكتير يعني هيبقى يوم الثلاث لازم اكون عارف راسم الرجليه. لما اشوف الرزاق هيحصل ايه النهارده، وفي كريم الحسن، وعندي 2 لعيبه المفروض اخد منهم واحد. المفروض اخد وتقفل ملف اللعيبه الاجانب. وهقفل ملف اللعيبه الاجانب تمام. وهيبقى في 2 3 لعيبه بفكر فيهم. طبعا مش هقدر اصرح بيهم دلوقتي. لو خلصوا على خير هيبقى احنا صفقاتنا هتبقى حاجه كويسه جدا. هيبقى لي اكتر من حاجه في اللعيبه عشان نقفل بيها، بس هروح لموجز الاخبار مع زميلتنا سعاد الجرزاوي، وبعد كده نرجع عشان نقفل برضو هذا الملف. يلا ويا النجوم اسمع شوبير والنجوم اسمع شوبير والنجوم اسمع. كلمني كتير بياخدني كلامك وبطير. كلمني كتير بياخدني كلامك وبطير. كابتن حسن، عشان ننهي ملف اللاعبين اسالك عن ميدو. يعني دائما وابدا ناس بتربط بينك وبين ميدو في مشكله، في حدوته، وكأن لو في مشكله حصلت تفضل طول العمر موجوده. الدنيا ماشيه ازاي مع ميدو؟ الدنيا ماشيه زي ما ماشيه مع كل اللعيبه كابتن. ميدو راجل من الناس الملتزمين جدا. ملتزم جدا. ومش بشكر فيه عشان انا مدرب في نادي الزمالك، لا انا ده ميدو هو طول عمره كده. ميدو دلوقتي بس عنده دفوع واحد بس، هو ان هو الفتره الزمنيه اللي جاز نادي الزمالك وقعدها سنه واتاخرت البطاقه ومش البطاقه والخطا الاداري اللي حصل فبقى له فتره قاعد يعني. حتى لو هو بيتمرن مش هيبقى تمرين نفس الحماس. فانا بعتبر وزنه زاد سنه، لكن احنا الحمد لله عملنا له برنامج. هو ملتزم بالبرنامج اللي عملناه
والبرنامج ده دايما قبل التمرين، وبيخلص البرنامج وبعدين مع الدكتور عمرو المطراوي كويس. او مع الكابتن اسماعيل يوسف او مع اسامه، وفي نفس الوقت بيروح جاي التمرين عادي. وانا عامل نظام بسيط على الاقل في رمضان يعني. وانا عارف، انت عارف ان في صلاه العشاء والتراويح وبتاع، فصعب انك تجيب اللعيبه بدري والتمرين الساعه 10، فانا قلت لازم اللعيبه تبقى موجوده قبل التمرين على الاقل بساعه، كويس. لازم تقعد بعد التمرين برضه على الاقل تمام. ساعه، وده اللي انا بعمله. ممتاز. اعمل اكتر بس في الايام بعد ما يخلص شهر رمضان ان شاء الله. بس لكن ميدو ملتزم، بيتمرن لا، كويس، عادي. برنامج تدريبي طيب، وبيستجيب للخسيه. هو جسمه، انت عارف جسمه هو قابل جدا للزياده، قابل للسمنه، وفي نفس الوقت جسمه قوي. فعشان كده هو واحد من الناس يعني يقول لك ان انا ما يعني لو انا باكل زي الطفل يبقى كويس. يعني هو لو بياكل زي مثلا طفل معين بياكل بيبقى كويس. فهو بيقول لك يا كابتن انا ما باكلش. قلت له دي بص خد بالك، دي خد بالك ناحيه نفسيه. لو انت فضلت على هذا الاساس تقول ان انا ما باكلش لا جسمي بيزيد، لا انت كل عادي بطبيعتك، بس مش بالشكل اللي هو فيه سكريات وفيه نشويات لان انت جسمك قابل للسمنه، وبتتمرن تمرين. يكفي تمرينك ده، يكفي البرنامج اللي انت معمول لك تمشي بشكل كويس. هتمشي بشكل كويس. يبقى عندك خط هجوم ميدو وعمرو زكي واحمد جعفر وحسين حمدي، يبقى خط هجوم حسين حمدي، تقيل. ممكن حسين ياسر محمدي لو جه طبعا. انا بقول لو جه. عندك امل انه يرجع يا كابتن حسن؟ انا عندي امل انه يرجع طبعا. هتحاول تكلمه تاني يا كابتن حسن؟ هحاول اكلمه بس يبقى موجود في القاهره، مش هكلمه بره بصراحه للامانه يعني. هحاول اكلمه وهو موجود في القاهره. ممكن اسماعيل يوسف يقوم بالدور ده، ممكن اسماعيل يوسف يقوم بالدور، انا اقوم بالدور ده، مش هيبقى عندي مشكله. انا مفيش حاجز بيني وبين اللعيبه، حتى اللعيبه الصغيره مفيش حاجز بيني وبينهم. اللي هو كل واحد يبقى عارف راسه من رجليه. صحيح. انت حقوقك ايه، حقوقك وواجباتك، ما لك وما عليك، حقوقه ايه يعني. ده صحيح. هو ده اللي انا بحاول اعمله عشان ابقى عادل على الاقل في التعامل. اخر حاجه في النقطه دي، احمد غانم سلطان، انت فعلا قلت له يرجع يتمرن تاني؟ هيرجع يتمرن تاني، لان هو بص يا كابتن، هو احمد غانم سلطان هو فاكر للاسف ايوه ده مهم هاخده بمشكله مع كابتن غانم بذنب ابوه. نعم. لا انا عمري ما كده، بس هو للاسف طلع في احدى القنوات وقال كلام. اول ما جيت وقال كلام وقال لك ان انا جاي عشان امشيها. مين مش عرفك يا هو انا كنت عارف ان انا جاي. يعني انا واحد من الناس ما كنتش عارف ان انا جاي الا يوم الجلسه فعلا. يعني والله يا كابتن احمد يعني هم الناس متخيله ان انا الراجل، انا عمري ما خططت لحياتي ولا بخطط. انا عارف كان عندك عرض من الاسماعيلي ده، انا متاكد منه. واتكلمت معاهم. اتكلمت مع بتاع الاسماعيلي وقلت لهم ان انا يعني برضه في كلام مع الزمالك، وانا ما كنتش لسه اتكلمت مع الزمالك، لكن حبيت ان انا احتماليه. وده اللي حصل فعلا يوم ما كانوا هم في المجلس عشان يقرروا بقاء الكابتن حسام او من عدمه. هم كلموني انت عندك اي مانع انك تيجي لو المجلس استغنى عن حسام حسن، مشي الكابتن حسام مشي، انت عندك مانع؟ وانا ما كنتش في القاهره كمان يعني عشان الناس كنت في الساحل الشمالي. انا ما كنتش في القاهره. عرفت حضرتك انت ازاي؟ فهي العمليه كده يا جماعه. انا عمري ما هاجي على يعني على جثث حد ولا على حساب حد. عمري ما هعمل الكلام ده كله. فعشان كده هو طلع قال الكلام ده ان انا جاي عشان امشيه. انت احمد غانم انت لعيب زي كل اللعيبه دي وانا مش جاي عشانك انت مخصوص. يعني انا مش جاي وانا ما كنتش اعرف ان انا جاي الزمالك. عارفه. فهو كده. فهم راحوا مقدمين عرض من الجيش ابو كونيه واحمد غانم. فقلت خلاص اوكي. هم خلاص هم وافقوا على ابو كونيه ووافقوا على احمد غانم وبعدين رجعوا قالوا ابو كونيه بس على اساس ان انا على اساس ده الجيش على اساس ان انا جاي بقى وهمشيه. فلما همشيه هيبقى فري ببلاش هيبقى مجانا. فما فيش لعيب هيمشي من النادي مجانا. طبعا لازم يستفيدوا منه زي ما كانوا بيدفعوا له لازم يستفيدوا منه. بس ده اللي حصل. بس لكن بيتمرن هيجي يتمرن من امتى؟ ممكن يكون من النهارده ممكن يكون يعني حضرتك قلت لهم ابعتوا لاحمد غانم. قلت لهم هو ابن من ابنائك يعني قلت لهم بلغوه كمان عشان انا كمان يعني بضمن له حقه وبضمن حقي كنادي الزمالك. انا بقول اضمن حقي بضمن حق نادي الزمالك لان هو الراجل ما كانش بيدفع له برضه شويه كان بيدفع له كتير. فهو لو كان هيقعد هيمشي يبقى لازم يمشي يدفع عشان يمشي. نعم. فعلا كلمت حسام حسن قلت له انا ما ساعدتش لتدريب الزمالك يعني انت طبيعتك مكالمتك نادره يعني. انا كلمته لان الكلام كان كتير وكان كتير قبل ماتش الاهلي. قبل ماتش الاهلي. الكلام ده مش نهايه الموسم كمان يعني كان قبل الموسم ما يخلص. احنا بقالنا سنه بنسمع الكلام ده. لسه امل الدوري موجود في الملعب. فكلمته مره واثنين وثلاثه وما كانش رد ولا ابراهيم ولا حسام وبعدين في الاخر حسام رد عليا.
فقال لي يا كابتن معلش انا كنت بس مع اللعيبه وبتاع وكده فعشان كده ما ردتش عليه. فقلت له يا كابتن حسام كذا الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، لازم تكون عارف ان انا راجل مساند ليكوا بكل الطرق وبكل الاشكال و ومساندتي ليكوا هي مساندتي لنادي الزمالك. وانا نعم. عمري ما فكرت ابدا ان انا ممكن اخطط ان انا ممكن اجي امشيك واجي وراك والكلام اللي بيتقال او اللي داير. قال لي يا نعم. كابتن انا عارف الكلام ده. قلت له الكلام ده كله عشان يهمدوكوا يهمدوا اللعيبه. قال لي انا عارف كل الكلام لكن انا عمري ما خططت يا كابتن ان انا ممكن اعمل كذا واعمل هي مش كده طبيعتك فلات. على فكره، مش انت خالص سواء في ناس بتعرف تدير ده، نادي لكن ناس الزمالك او غير نادي الزمالك. نعم. مش من الناس اللي ممكن تقوم الصبح تقعد تتكلم لا، في مش التليفونات طبيعتك، وبتاع لا. وتوضب وتجهز وتعمل والكلام ده ما عنديش استعداد انا طيب للكلام تسمح لي اخد بس بعض الرسائل لان اتفضل يا الرسائل حبيبي، كتيره. اتفضل. كابتن حسن انا عايز كابتن حسن ليه ما مضيتش مع الزمالك لحد دلوقتي؟ الوضع معلق لم ينتهي بصراحه. انت افضل من مليون مدرب اجنبي، كمل مع المنتخب. ده عشان بسطويسي، ما هو مش بايديك ان انت تكمل مع المنتخب. لكنه هو بيطالبك انك تمضي مع نادي الزمالك. هي مساله وقت طبعا، لكن انت بتمرن اعتبروني ماضي. انا الامضاء خلاص بالنسبه لي مش هي السبب الرئيسي اللي هيواجدني في نادي الزمالك. انا العقود معايا وكل حاجه، بس انا زي ما قلت لك السبب ايه يا كابتن احمد؟ طب وده سبب يعتبر سبب طبعا طارئ، طبعا خد بالك طبعا يعني. انا عامل مكالمه وبس انت عرف لي مين فيهم يعني. الاثنين حلوين، الاثنين طعمين، احتار اشيل مين ولا اشيل مين جوه عيوني. انا مش هقول الو، قول انت الو. الو 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 ايوه الو 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 ايوه ايوه مين؟ كابتن حسن. لومي يا بابا لومي اسلام. عامل ايه؟ اسلام يا حبيبي، ازيك يا اسلام؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا حبيبي؟ كل سنه وانت طيب يا اسلام. انت طيب، ربنا يخليك. الله يخليك يا حبيبي. كابتن كابتن احمد هو اللي يعني بيستدعيك وهو اللي هيهريك اسئله. حبيبي ده اسلام، ده حبيبي انا بحبه جدا اسلام. ربنا يخليك يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا كابتن؟ عامل احنا ايه؟ قلنا نعمل ايه كده كشف اختبار لبابا نشوف هيعرف يفرق بين صوتك وبين صوت كريم، بس في ثانيه جابك. في اختلاف على في طول. اختلاف. هو الشكل انت اتخن شويه لكنه على طول جابك يا اسلام. كل سنه وانت طيب يا كابتن. وانت بالصحه والسلامه. اسلام يعني الحقيقه انت مش تحت الاضواء زي كريم زميلنا ما شاء الله عنده نجاحات في الاعلام، لكن عايز اسالك عن كابتن حسن شحاته. ناس كتيره جدا ما تعرفش حسن شحاته الاب، يعني تعرف حسن شحاته المدرب، حسن شحاته نجم الكوره، حسن شحاته الشخصيه العامه اللي ممكن ينجح وممكن يخفق، ممكن يتكلم، ممكن يتهاجم، ممكن يقول كلام، لكن حسن شحاته الاب عرفناه من خلال كريم. عايزين نعرفه شويه المره دي من خلال الاسلام يا اسلام. لا انا ممكن اقول لك يا كابتن احمد ان كابتن حسن ده يعني كأب يعني اطيب اب ممكن تتخيله في حياتك. يعني طيبه غير طبيعيه. يعني ملوش حل. يعني لو فكر بس يعني حصل كلاش بينا كده ولا زعل ولا اي حاجه، حتى لو انا اللي غلطان هتلاقيه هو جه على طول صالحني وجه كلمني على طول. يعني انت مش متخيل بالنسبه له انا وكريم ده حاجه كبيره جدا. يا سيدي يا سيدي. بس حسن بقى طبعا الحاجه الاهم الحسن الصغير. انا خلاص كده مفيش انا وكريم مش موجودين. عقبال ولادك يا اسلام يا حبيبي. ربنا يخليك. عقبال ولادك ان شاء الله. والله غير الكوره وغير كل حاجه ما حدش شاف فيها. انا كابتن حسن شحاته كأب، كابتن حسن شحاته كأب حاجه ثانيه خالص. يعني مش قادر اقول لك، مش قادر اوصف لك الصراحه. اسلام يعني اصعب المواقف اللي انت شفت فيها بابا كابتن حسن شحاته من اول ما مسك المنتخب. من اول ما مسك المنتخب. يعني ما فيش موقف صعب بعينه. يعني هو ممكن يكون اصعب موقف كان لما رحت له في اوضه اللبس في السودان قبل ماتش الجزائر. وهو كان قاعد بيقرا قران قبل الماتش. وهو يعني مش قادر اقول لك يا كابتن، يعني مش قادر اوصف لك، لان انا قاعد قدامه وما بتكلمش معاه، بتكلم معاه وهو مش قادر يبص لي. ده قبل الماتش. طبعا كان في حاجات كتير بتحصل، والحاجات اللي كانت بتيجي على الموبايل والحاجات دي. بس هو بقى طبعا من جواه انا كنت حاسس ان هو يعني مش عارف والله يا كابتن، يعني كان شايل مسؤوليه بلد. هو عارف انت بتكون شايل مسؤوليه 80 مليون حوالين كتفك وعايز تفرحهم، بس الناس ما بتبقاش حاسه بالكلام ده. نعم. فده كان اصعب موقف تقريبا. يعني شايف انه الكابتن حسن خد التكريم اللائق ليه؟ يعني خلينا نغير اسم الكابتن حسن لمده سنه، نقول مسيو شحاته مثلا. لو كان مسيو شحاته كان وجاب مسيو شحاته ده جاب جانييه لمصر، جانييه يعني فاز بالفرنساوي تروا، يعني 3 بطولات يعني. كان ممكن يتعامل معاه ايه يعني؟ كان هيعملوا تمثال. تمثال. كان حاجه هيعملوا تمثال. يعني هيعملوا تمثال في البلد. بس هو لما خد احسن مدرب في افريقيا في اللي هو التصنيف بتاع البي بي سي الاخراني ده، يعني انا حسيت كده زي ما هو كتب باراجراف صغير قوي على الهامش كده، يعني في صفحه الرياضه اصغر باراجراف. لا بس كتب في الصفحه الاولى في الاهرام. يا
كابتن. لا الصفحه الاولى، لا الحقيقه الصفحه الاولى في الاهرام اتكتبت بشكل كبير هايل يعني الحقيقه. لا بس اصل